يا مساء الخير. اليوم سوينا مكرونة سبانخ مع الدجاج بطريقة جدا سهلة وجدا لذيذة. الطريقة موجودة بالصفحة، أتمنى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وكومنت. نشوف الطريقة والمقادير مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير، كيفكم جميعا؟ اليوم حبيت أشارك معكم وصفة مكرونة بالسبانخ جدا لذيذة وجدا سهلة. عندي كمية من البصل مع شوية من الزيت، بقلبها إلين ما يذبل عندي البصل. المكرونة سلقتها مجاهزة، وصوص البشاميل جاهز وسورته معكم قبل كده. بعد ما ذبل البصل بضيف نص ملعقة صغيرة من الثوم المهروس، ونقلب إلين ما يطلع ريحة الثوم. بعدها بضيف مكعبات صدور الدجاج. أنا قصصتها مكعبات، قصيها بالشكل اللي يناسبك. نقلب إلين ما يتغير لون الدجاج. الحين بضيف عندي شرايح من المشروم، ونقلبها إلين ما تطلع الموية حقت الفطر كاملة وتدخل في مرحلة الاستواء، وما ياخذ منك وقت في الاستواء. الحين بضيف سبانخ مغسول وقصصته، الكمية اللي تشوفينها طبعا على حسب النظر. نقلب إلين ما تذبل الورق. هذا كذا عندي تكون جاهزة خلاص. تأكدت من استواء الدجاج. الحين بضيف البهارات. طبعا البهارات على حسب الذوق. أنا بضيف فلفل أسود نص ملعقة صغيرة من 7 بهارات وملح. انتي ضيفي البهارات على حسب ذوقك. بعد ما اضيف البهارات بنقلب. عندي كاس موية فيه مكعب ماجي بضيفه، ونص كاس من موية سلق المكرونة، ونص كاس من كريمة الطبخ. ونقلب المكونات إلين ما تمتزج كلها مع بعض. بعد ما تأكدنا أن المكونات كلها وتأكدت من الملح، الحين بضيف المكرون اللي جاهزة مسلوقة. نضيفها ونقلبها قبل ما نحطها في صينية الفرن، يعني ما تحتاج تجلس على الغاز. الحين نضيفها بصينية الفرن، ونضيف فوقها صوص البشاميل. تلقوا طريقته في صندوق الوصف أو فيديو سابق. الحين حابة تحمريها بالشكل هذا بدون أي إضافات براحتك. أنا بضيف شرايح من الجبن، وبضيف جبن البرميزان. بدخلها الفرن 10 دقايق من تحت. بعدين بطفي عليها من تحت وبشغل عليها الشواية أحمرها، ونشوفها لما تطلع. وهذا شكلها بعد ما طلعت. نقص معكم قطعة جدا لذيذة، لازم تجربوها. هذا شكلها النهائي، أتمنى أنكم تجربوها، واللي يجربها يكتب لنا كومنت. نشوفكم إن شاء الله بوصفة ثانية.